نساء شمال وشرق سوريا تعبر عن دعمها ومساندتها للنساء السويداء اليوم، نقد استذكارا واحتجاجا على ممارسات الأفعال المشينة والإجرامية والإرهابية التي تتعرض لها النساء السويداء من قتل واغتصاب وتمثيل بأجسادهن واعتقال واختطاف الكثير منهن بدون ذنب، وهذه من أبشع الجرائم التي تشهدها الإنسانية والتي تمس بكرامة المرأة وتحرمها من العيش بأمان وسلام. وكل هذا يحصل أمام مرأى ومسمع العالم أجمع بهدف كسر إرادة المرأة الحرة وتقييدها. النساء في السويداء يعيشن ظروفا سيئة للغاية من كافة الجهات الصحية والنفسية والجسدية، حياتهن محملة بأجواء من التخويف والترهيب، وكل ذلك مرفوض بالنسبة لنا وبعيدا عن المعايير الأخلاقية والإنسانية وحتى القانونية، ومن شعورنا بالمسؤولية وإيمانا منا بمبادئ حرية المرأة وحمايتها ودفاع عنها، نطالب من الجهات المعنية والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل بشكل عاجل وفوري لإيقاف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، الإفراج عن المعتقلات وتحرير المخطوفات وإعادتهن لذويهن، تأمين ظروف معيشية كريمة وإحلال الأمن والسلام في السويداء ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم وإقامة العدالة من صد الفعاليات لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا. جنجيان آزادی!